دي اكتر عربيه انتيكه جابت لي صداع، والله العظيم زي ما بقول لك كده. اول ما شفتها فتحت صدري على العربيه دي وقلت يلا اخدها مشوار كبير. خدتها مشوار 120 كيلو، ومن هنا حسيت الفرق ما بين الماضي والحاضر. والله العظيم يا جماعه، الناس اللي كانت عايشه في زمن العربيه دي ما كانوش عايشين. احنا فعلا حسيت ان احنا في نعمه. العربيه دي مرسيدس 200 دي مكيفه، موتور تربو ديزل موديل 1966. الموتور بتاعها بيطلع 54 حصان بس. العزم بتاعها او النيوتن متر هو 118 نيوتن متر، ومعاها فتيس مانيوال 4 سرعات. هنتفرج على العربيه دي النهارده من جوه ومن بره، هنطلع نجربها على الطريق، هقول لكم ايه رايي في العربيه دي. طبعا هي واحده من العربيات القليله جدا جدا في مصر، اللي تقريبا لا تتعدى 10 عربيات او 15 عربيه. سعر العربيه دي يتراوح ما بين ال 300,000 جنيه لغايه ال 350,000 جنيه، اي ما يعادل 22,000 دولار. فلو انت على فيسبوك او يوتيوب اكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك في سعر العربيه، هل هو غالي، هل هي كتحفه فنيه تستاهل حاجه زي كده. والعربيه دي واحده من العربيات اللي يمتلكها شخص محترم جدا انا بحبه، راجل عزيز جدا جدا على قلبي، اسمه اسامه قطب. واسامه قطب ده راجل كوليكتور عربيات مرسيدس القديمه، او يعني جامع عربيات، اللي هو شخص بيحب يجمع الانتيكات اللي زي دي ويعمل لها زي متحف صغير كده. وبرده منها تجاره ومنها ان هي هوايه بتحب المرسيدس. حتى لو عربيه زي دي تبقى ما فيش اي حاجه فيها سليمه، هو الشخص ده بيجيبها. وده مش لوحده يا جماعه في مصر، ده في ناس كتير جدا في العالم كده بتجيب العربيه دي وتبدا تجيب حاجتها الاوريجينال من بره وتستورد قطعه حتى لو جت على دي. يعني حتى لو دي اللي عليها علامه المرسيدس هتجيبها من بره شحن دولي هيجيبها. النهارده هنطلع نجرب العربيه دي، نتفرج على كل حاجه فيها. طبعا ما ينفعش يبقى معانا عربيه حتى صوت قفله الباب يا جماعه ناشفه كده، ناشفه، فاهم؟ مرسيدس. ما ينفعش يبقى معانا عربيه وما نقعدش نتفرج عليها ونشرحها من جوه واحده واحده، خصوصا لما تكون عربيه انتيكه زي دي. فاحنا خلينا كده ايه بهدوء جدا نتفرج على العربيه. اول ما تدخل العربيه هتلاحظ التقفيل الكويس والخامات الحلوه بتاعت زمان. موديل 66 يا جدعان، موديل 66 كانوا بيستخدموا رابر نظيف عايش من سنه 66. ده يعني ده انا عربيتي فيها حاجات بتشقق دلوقتي، وموديل 2017. عندك هنا تابلو صغير، هنا في ساعه، هنا في طفايه العربيه. طبعا ده السخن والساقع بتاع التكييف. العربيه دي مكيفه، حط تحت كلمه مكيفه دي 100 خط. هنا وحده التحكم في التكييف، هنا المروحه، هنا انت عايز توزع الهواء يمين ولا شمال. ده الكونتاكت بتاع العربيه. انت علشان تيجي تدور العربيه لازم تروح عامل كده، في لمبه حمراء بتدور، تمام؟ اللمبه الحمراء دي بتستناها حوالي 15 ثانيه علشان تطفي. بعد ما بتطفي تمام انت تبدا تدور. سامعين اللي بيعمل تك؟ بص، ايوه تاني، ده صوت الاريال. لما انت بتيجي تشغل الكونتاكت بتاع العربيه او تيجي تدور العربيه هو بيترفع فوق فبيعمل الصوت ده. عندك العدادات اللي هنا مش عجباني بصراحه، بس دي برضو موديل 66. يعني هو لو كانوا وسعوا الدنيا اكتر من كده في العدادات، انا عندي مساحه كبيره فاهم، فانت لو كنت وسعت لي الدنيا في العدادات شويه كنت هبقى قاعد مبسوط. لكن انا علشان ابص على حاجه معينه هنا لازم اقرب شويه، تمام؟ ده مش عيب من عيوب العربيه دي، حاجه في وجهه نظري ها. العدادات زي ما انتم شايفين عامله ازاي، فيها كل حاجه انت محتاجها. على الشمال هنا في شويه زراير، ده الانوار المساحات بتاعه العربيه. الزرار اللي فوق ده اللي بيسخن العربيه لما انت تكون لسه العربيه بارده او لسه الصبح، يعني لسه اول مره تدورها الصبح. وده الفتيس بتاع العربيه، تمام؟ تعالى كده، ده الاول، ده الثاني، الثالث، الرابع بكل سلاسه بجد كده. الريفرس تجيبها كده راح مديها اول، ده الريفرس حلو كده. الكلاكس اهو، ثانيه كده اهو، سمعتوا؟ انا اول ما ركبت العربيه دي، انا كنت دي اول مره اركبها، اول مره اركب عربيه موديلات قديمه زي دي كده. فانا قعدت ادور على الكلاكس كده، ما لقيتش الكلاكس هنا، فقلت خلاص بقى العربيه ما فيهاش كلاكس، فخليني ساكت وخلاص. ساند بالصدفه في اشاره كده، فبعمل كده فلقيتها راحت مكلكسه، فقلت الحمد لله انا لقيت كلاكس. هنا طبعا دراع الاشارات، وعندك الاوكرا بتاعه الازاز مانيوال. والعربيه زي ما انتم شايفين عامله ازاي، وده الجلد الاوريجينال بتاع العربيه. لو تلاحظ حتى خامات الباب كلها زمان كانت جلد كلها، ما كانش عندهم حاجه اسمها بلاستيك، والله ما كان عندهم حاجه اسمها بلاستيك. ايه يا جدعان ده في ايه؟ ايه النظافه اللي انتوا كنتوا فيها دي؟ احنا ليه ما عشناش في الزمن الجميل؟ يلا خير خير. نفق الفتيس زي ما انتم شايفين كبير علشان العربيه دفع خلفي.
والعربيه اجمالا من قدام شكلها زي ما انتم شايفين عامل ازاي، حلو جدا بصراحه، انتيكه بمعنى الكلمه. انا حاسس ان انا ناقص لي بس الطربوش يعني، بس كده وابقى كده خلصت كل حاجه. تمام تمام. المهم العربيه من ورا زي ما انتم شايفين عامله ازاي، فيها مكان للطفايات في الابواب، الابواب كلها جلد اللي موجوده ورا، المساحه اللي ورا كويسه جدا، جميله بصراحه عجبتني وشد انتباه الناس طول ما انا ماشي في الشارع. واي واحد بيقعد يتفرج على العربيه دي بيقول لي انا عايز اتفرج عليها من جوه وانا سايقها في الشارع، انا عايز اشوفها من جوه عامله ازاي. لما بيشوفوا الحاله بتاعت العربيه الناس بتنبهر بصراحه. وربنا يبارك لصاحب العربيه، فعلا هي حاله من الحالات الحلوه القليله جدا اللي انت هتلاقيها في مصر. فا ايه رايكم في العربيه دي اجمالا؟ اكتبوا لي في الكومنتات تحت. ايه رايكم في مشيها على الطريق؟ هل هتبقى كويسه؟ هل هتبقى حلوه؟ هل هتعجبني؟ هل هتعجبكم؟ هل انا هقول عليها ايه؟ طب ما تيجوا يلا نشوف، يلا بينا. انت ماشي حاسس بكل اجزاء الموتور وهي عماله بتخبط في بعضها، كل حاجه واصله لك من قدام، كل حاجه بتحصل في الموتور قدامك واصله لك. احساس تحكمك بالعربيه رهيب يا جماعه، رهيب والله. العربيه جميله جدا جدا في سواقتها. انا بس تعليقي الوحيد عليها انها مزعجه شويه، بس ده موتور جاز يعني موتور ديزل، فلازم تكون صوتها عالي كده. هما برضو زمان ما كانش فيه عوازل زي اللي هي موجوده دلوقتي، دي موديل 66. جربت ان انا اجري بيها قبل كده، مشيت لغايه 120، العربيه ثابته ثابته جدا يعني. انا سايب الطاره دلوقتي، انا ماشي على كام؟ 70 سايب الطاره اهو. والله العظيم في عربيات في الجو اللي انا فيه ده دلوقتي، وعربيات بتبقى موديل 2020 و22 بتحدف من الهواء. العربيه دي ماشيه ثابته نفسها جدا وراسيه قوي قوي على الارض. عايز اقول لك بعد ما انا سوقت العربيه دي اليوم اللي هي كانت قاعده فيه معايا ومشيت بيها مشوار، وكانت ماشيه على سرعه عاليه وثابته وما بيحصلش فيها اي بودي رول ولا اي احساس بالطريق، بدات ان انا ابص بصه للعربيات الاقتصاديه اللي هي من اول 200,000 لغايه 250,000 جنيه، بصه استحقار شديد جدا بصراحه. اللي هو انت موديل 66 وبتعملي كده، ما بالك بقى بالعربيات اللي هي موجوده دلوقتي الجديده الزيرو الغاليه اللي مش رخيصه، مش مديالك نفس احساس السواقه ده خالص. فبصراحه شابوه مرسيدس. هي مرسيدس كده كده من زمان بتعمل عظمه، بتعمل عربيات عظمه. ممثلين كتير جدا امتلكوا عربيه زي دي من الزمن الجميل، وانا معايا لسته طويله عريضه باسم كل ممثل هو كان يمتلك عربيات ايه. العربيه دي كان في كذا ممثل يمتلكها من الممثلين اللي احنا نعرفهم. بصراحه من العربيات الممتعه جدا جدا في سواقتها. ما تزعلوش مني علشان ما فيش حزام امان في العربيه دي، فانا مضطر ان انا اسوق كده. وبيني وبينك هي مش بتاعه جري وفرق، العربيه دي عايزاك تمشي بيها كده ايه، تتدنجل بيها. بصراحه عربيه جميله جدا جدا، ربنا يبارك لصاحبها. ومن العربيات اللي هتركبها هتستمتع بركوبتها، حتى وان كان صوت الموتور عالي، بس العربيه فعلا فعلا ممتعه وجميله. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. اكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه العربيه الجايه اللي انتوا عايزين نعمل عنها ريفيو، سواء جديده مستعمله معدله، عربيه كهرباء، عربيه انتيكا. واشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.